لهذا قال ابن عباس: يجعل الله له فرجا ومخرجا من كل شدة ومن كل كرب ومن كل ضائقة من أمور الدنيا وأمور الآخرة. لهذا قال العلماء: لو انطبقت الدنيا أو لو انطبقت السماء على الأرض وكان التقي بينهما لجعل الله له منهما فرجا ومخرجا، لجعل الله له منها فرجا ومخرجا. لهذا يا عباد الله، هذا العبد القريب من الله سبحانه فليبشر بهذه البشارات من رب العالمين مهما أحاطت به الشدائد والكروب والخطوب. قال ربنا في كتابه العزيز: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ولهذا ينبغي علينا أن نعلم أن هذا العبد الذي هو قريب من الله سبحانه أن يبشر بالفرج من الله سبحانه، يبشر بالفرج. وقد بين ربنا ذلك في كتابه. أخبر ربنا عن يونس عليه السلام: أحاطت به الشدائد والكروب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ربنا: فاستجبنا له مباشرة ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. لماذا استجاب الله عز وجل يا عباد الله ليونس ابن متى عليه السلام؟ اسمع إلى قوله جل جلاله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، لبقيت عليه الشدة والكرب والهم والغم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. كيف بي وبك يا عبد الله؟ نريد أن نخرج من هذه الشدائد ونحن على بعد عن الله سبحانه، نحن في إعراض، في عناد، في إصرار على الذنب. كيف نريد أن يجعل الله عز وجل لنا فرجا ومخرجا من هذه الشدائد والمحن وليس لنا رصيد من أعمال صالحة يكشف الله بها الكرب ويفرج بها الهموم والغموم؟ لهذا يا عباد الله لابد أن ننظر في هذا الأمر بالمنظار الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.